انا خاف يصيبوا بعين ماري. توفي يا عين. شلون صحتكم؟ ان شاء الله بخير حبايبي. تعالوا شوفوا بطه من بطاتنا، بطه من بطات القابل ام احمد الحلوين. كنا نجيب حلوين. عيني شنو يا خاله يعني حسه انا جايب حلوين. اي والله صدق ابنها اسود هذاك. صدق ابنها اسود. لا يشبه ابنك، عين ابنك. خطيه بعد ما تجيبين عندي حياتي. المستشفى مالتك. اي ان شاء الله ان شاء الله. هلا وبنات، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله بخير. تعدلنا الكاميرا يا ربي. تعالوا لللايف المباشر. ولادة اصطناعية سريعة ما شاء الله، نص ساعة كلها على بعضها الولادة. نور ابن آدم الحلو. شوفوا الجمال. كنا نحبك يا جميل، كنا نريدك يا جميل. هالمرة صدق صدق جميل. وأنا جايب حلوين. وهسه سمعتوا انت حلوة انت حلوة. سمعتوا ايش قالوا؟ قالوا ذاك الطفل مو حلو. انت حلوة عيني طبعا جايبين حلوة. عمر ان شاء الله يخليك. بسم الله الرحمن الرحيم. هسه احنا انا على نص اللايف طبعا، وتذكرتكم وقلت يعني نص السبح العفو، وتذكرت اسوي لايف مباشر. انا كنت غاسله ايديناته ورجليه وزروره، وانا فاتحه المي الحار والحمد لله والشكر. ولاده يعني طفل ثاني يقارن انه الطفل بيك بيبي، بس الحمد لله والشكر التساهيل من الله سبحانه وتعالى دائما اولا جابت واخيرا. شوفي على البطل مباشر صورته صوره. طبعا ابوه متابع اللايف، الاهل كلهم متابعين. اي ما شلون افتح كاميرا ما اعرف. يقولون اليوم جايبتي سلطان الصبح، وقلنا ان شاء الله يوصل لنا السر اليوم وتحققت. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل بيت محمد. الأليزة فاطمة صار عليها أليزة باعي لته طيب هيك ثابتة معليش لا تتحركين. أحبك يا جميل. كنا نحبك يا جميل. هسه نغنيها بس بنات. شوفوا كنا نحبك يا جميل لو لا. شوفوا صدق تجيب حلوين صدق. على محمد وآل محمد. يخبل فدوة نجيب حلوين وجميلين وكنا نحبهم. عيني انت تخبلين طبعا جايبين حلوين. عمر ان شاء الله خبلين انت. يخلي جهالك يحفظك. والله والديك. المشاهدات قبل 5000 ما شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. شنو رأيكم بابن الحلو اسمه الدومي آدم ابن الحلوة. طبعا هي لو ما أمه حلوة بالمناسبة، أمه تخبل الله يخليها وعيونها ملونات. وبيبيتها طبعا هي لو ما البيبي انت الانتاج يصير حلو. خالة انت الاب ايش تحكين انت؟ شو اقول لكم بنات، يعني ما شاء الله على الولادة. الولادة خير من الله. جتي تمشي وجاي تفحص وحاطة حمرة وتعلج وكشو هذه. فحصتها قلت لها شنو رايك جايبك؟ كانت تقول لي صدق ام احمد؟ قلت لها والله نص ساعه وجايبك. وهسه هي شو تقول لي؟ والله ام احمد يعني صدق قال وفعل، يعني ما توقعت. والله صدق. اي والله والله يعطيك العافيه ان شاء الله. الحمد لله والشكر لله. العافيه ان شاء الله. وخلنا نطيل بيبيتي هاج خاله. خلص صورك. خاله عاد اطلعك؟ يلا عادي. مو قلت لكم يشبه بيبيته؟ شوفوا. اللهم صل على محمد وآل بيت محمد. يلا تعالوا خلي اللبسه ما نريده يبرد اكثر. وعيني شوفوا جابوا لنا العصائر مال فرح. هذا الرب مالتي. يلا سدوا لنا الباب وبلشوا الغرفه كلش دافيه. وخلي نلبس آدم الحلو ونور الدنيا ما شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هسه أني وين ألقى وحدة هيك تجيبني مثلي؟ اللهم لا غرور. هسه يقولون شنو أم أحمد أنت حامل؟ لا أنا مو حامل. لا عندي كرش بدي أسوي نحت بس مو هسه. أخاف بنات يعني صليتوا على نبيكم. ويعني ابننا الحلو يعني ابننا الجميل آدم نور الدنيا ما شاء الله. ومثل ما جاي يشوفونه خير من الله خير من الله. يلا لا يبرد. يلا ها
صدق ما جايبين ملابس. تعالوا جيبي ذيك العلاقة بيها ملابس، راح نلبسها ملابس مال البنات. فاطمة طينا جنطة. مو قلت لي جيب الجنطه وياك؟ ام احمد ها من ظهر ما يجيبون ملابس فدنو. لا لبسوا ملابس، ايش تحجون؟ جيبي لي ملابس من عندي. راح نلبسه من ملابس مايا لانه هم جايين ينفحصون وما جايبين ملابس. لان جيبي شنو ماكو؟ فاطمه ملحف منا دقوموا فاطمه. ها شنو الفيديو شو الورد الطيني هذا؟ باعي ملحف منا. اطيب الخال. لا اوقفي والله افتحي لنا الملحف. يعني ما ندري احنا دا نجيب. مو قلت اي لي جيب خطيه. وياك الجنطه جنطه جيب. ما ندري هذا راسي جت كل شيء ما بيها. افتحي هسه شريد منك. جيبي لي حفاضه من هاي الجنطه. لا ما تطلعي. يلا اعطينا حفاضه. تفضلي خاله تعالي حفظي. يلا تعرفين خاله؟ يلا بس لزميلي البيت خلي اجيب له ملابس. خلي اجيب له ملابس واجيكم. وين صار الله والخاطر الله وين صار؟ ما تقولي لي وين صار؟ شايف شلون امتحان؟ من جينا هاي من الجسر ما نزلنا. محمد وال محمد. محمد وال محمد. وين القصر هنا؟ خبرتيه هسه؟ لا ما وصل. برا. يعني لقيتي؟ ديري وجهي هيجي علي وخليني البسه. بنات اعذرونا طبعا ما جايبين له ملابس لانه لا ما بيها شيء. بس هم ليش رفع الكاميرا فاطمه. ما جايبين له ملابس لانه جاية تفحص ما عدا لا وجع ولا كل شيء. جايه تفحص. بسم الله. لبسته مالت مايه. لبسناه مال مايه. هسه لا تطلعون من البيت خلي اشوفكم شكله بهدوم مايه. يخبلين شوفوا بنات شوفوا بهدوم مايه. حلو خبل عين بنيه عبالك شكله. شنو رايكم صار بنيه؟ ماكو شيء مستحيل يا ماما. جبنا له ملابس. لزمي هيك الكاميرا. اي خلي اجيب له هسه وجامه. عندي كومه ملابس مالها. ايش قد اشترينا؟ كوم اشترينا. هي معوديه البنيه جايه تفحص. اي تفحص جبناها ما ندري اذا تجيب. طلعت عندها سوت خاله بس العلاج حيجيبوه. العلاج من يروح يجيبه وينه؟ ايه نوره وين صاير صدر؟ يا على الشارع. على الشارع بس طلعوا الشارع. يلا بسم الله. لا والله عندي القران ما يصير والنبي ما يصير. لا شيء مستحيل بدلنا له يا رب. شفناه وشفنا كل الخير ويا خاله بلا زحمه. شيلي خلينا نحطه بالكاريكوت. الكاريكوت دافي اكثر مننا. غدا الشر يلا ما يخالف. المهم جيت للدنيا حتى لا هدومك ما موجوده مو مشكله. يلا فدوى عباك هي صلوات على النبي. ام احمد اي من بختك. هاي ملابس منو جميله. بتي احلى منك ترى بتي. الحمد لله على سلامتها حبيبتي. فدوى ادعي لاختي ربي يرزقها بالذريه الصالحه. ادعي لها زهره. عطر المحنه يا ربي يرزق اختك بحق هو الحسين. تقول صدق كذب لبسوه ملابس خطيه. لبسناه حياتي لبسناه. راح يجيب له اي فهم اجوا زياره يعني دا يفحصون مو خاله. اي دا فحصها وصارت عندها ولاده هي بنجت. لا والله كل شيء ماكو. جت تمشي تضحك وتسولف. وهي حتى تعلج. هي قبل لا تجيب قلت لها قلج ذب العلج كافيه تجيبين. قاعده تضحك وتسولف كل شيء ماكو. الحمد لله والشكر. التساهيل دائما من رب العالمين. وحلو هيك ولاده. احنا نحب هيك ولاده. يكون الانسان او الام ما مترقبه حدث الولاده انه ما جايه او خاطر على بالهم انه راح تجيب اليوم وتجي الولاده. وتجي الولاده قد حلو راح تكون نورمال سهله سريعه. يعني الام تكون بحاله اكتف سريع انه فشي بسرعه صاير يعني سبرايز حلو. يعني مثل ما نقول مفاجاه حلوه. اجت تفحص خطيه انه صلوات على النبي.
ايدك خفيفه. الخاولي الجوام بلل. لا حياتي، لا، هذا ما مو مبلل، لا. خاولي، هذا ملحفان انطيته الها. ذاك الخاولي يعني طلعناه احنا. اي. اذا قصدك على الاليزه فهاي يعني ارفعي لي شويه خاله. يما 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 يلا رجعي. يلا شلناها الاليزه اذا يلا. قصدك، هي الاليزه قطنيه يعني. بنات تشوفون حركه الطفل من نشيله، لا عبالكم احنا مأذينه او هاملينه، بس التصوير مو مثل الواقع. يعني التصوير يطلع لكم شكل وبالواقع لا، احنا ما عندنا كل اذية على النونو، بالعكس نخاف على الطفل حديث الولادة، ومو بس نخاف عليه من البرد، نخاف عليه من هواي عوامل. فمرات باللايف المباشر تقولون لا خطية وما ادري شنو، ترى انتم بلا ما تحجون، احنا يعني مثل ما نقول اهله، صح لو لا يا اهله؟ اكو اكثر من الاهل ومخافتهم على الابن دافية مستحيل. الغرفة صلوات على النبي، دافية الغرفة تسلت له مثل الورد. شهقة حزن تقول عصبوه حياتي، شهقة حزن ترى الغرفة دافية وحتى دافية. احنا عرقانين من والله الحار، غادي يعني المي. مشغلين السبل التدفئة، فلا تتخيلين اكو برد ابدا. زهرة ام حسن حياتي نورتي اللايف والمشاهدات 7000. سوونا مشاركات لللايف المباشر بصفحاتكم الشخصية. شنو؟ اي عادي مو مشكلة. سوونا مشاركات لللايف المباشر صفحاتكم الشخصية او بالجروبات، وين ما تردون سوولي مشاركة، قد ما تقدرون سوولي مشاركات لللايف المباشر، بجد حبكم اكيد. شفناه وشفنا الخير وياه. ام علي حياتي امين يا رب العالمين. ام احمد ايش وقت تجيبيني؟ يلا عن قريب من دخنين بشهرك. وفاء عادل حياتي ما شاء الله يبارك فيه ويخلوه الها، حياتي تسلمين عمري، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، ربي يخليه ويبارك بيه يا رب امين حياتي. ادعوا الخواتي بالذرية، ادعوا الخواتها ان شاء الله ايدش بيد الزهرة عليها السلام امين حياتي. اظافير محناية يا روحي حياتي فدوى القلب، وش تسلمين خير من الله وصلوات. أناقة أنثى حياتي شكرا إلك ونورتي اللايف المباشر، وشكرا تعليقاتكم الحلوة. وما شاء الله ولادة اصطناعية، الطفل الثاني جتني تمشي، جتني تضحك، نفسيتها حلوة، جتني مرتاحة. تفاجئت إنه قلت لها أنت عندك ولادة، بس أكو رحم من النوع انه ينفتح بس ما يسبب اوجاع. هواي حالات هيك تصير انه تمشين وانت عندك ولاده وما تدرين. فاثناء الفحص مرات اكو رحم يكون التوسع مالته 3 أصابع او 2.5 أصابع، يعني 5 cm مثل ما نقول، والام ما تدري. مجرد انه بس نعلق مغذي بإبرة ولادة بسرعة تجيب المريضة. فليش لا نساعدها احسن ما تبقى يعني تاكلي لها 4 أيام 5 6. ولا تنسون الطفل بيج بيبي كبير، فانه طفل ثاني وهي تاركه 5 سنين، كل ما يكون ولاده قبل نهايه التاسع كل ما تكون احسن. انه الام تكون نشطه، لانه الام من تخلص التاسع كلش تتعب، اضافه بالمرتبه الاولى الطفل اللي يتعب، وبعدين الام تتعب، بعدين المي يصير ميكونيوم اخضر، وبعدين الجاره تتيبس، وبعدين الطفل ما تحق له بعد ولاده طبيعيه. فانصحكن بالحركه، تحركن دائما وامشن. المشي اكبر رحم مغلق يفتحه، المشي يوميا ساعه ساعتين المشي، وتقعدين مي حار على طول على طول، ساونا مال مي حار نص ساعه. فكل وحده داخله بشهر التاسع وتريد تعليمات للولاده انصحك بالمشي والمي الحار والهيل او الحليب او الدارسين، هاي السوالف الدافيه دخليهن المعدتك، وخصوصا الدارسين دائما يخفف الرحم
ويفتحه، فاشربوا دارسين بس مو بكثرة، فد مرة باليوم، مو شربي لي 4 مرات. الخروع نبتعد عنه ليش؟ انه يفضل استخدام الخروع بعد الفحص والمعاينة، يعني نهاية الشهر التاسع. مو كل وحدة تشرب خروع، مو كل وحدة لازم تاخذه، مو انت ما عندك ولادة تروحي تشربين خروع. اكو حالات نطي بيها خروع، مثلا صبعين ونص نقولها شرب خروع، بس نتحارش بالخروع تجيب. فمو كل وحدة تروح تشرب زيت الخروع، لأنه زيت الخروع يسوي إسهال، الإسهال كثرة دخوله للحمام يخلي الطفل ينزل ويضغط ويقوم الرحم ينفتح حتى تصير عندنا حالة الولادة. حبيبي دول قلبك، أكيد اللايف وياكم حلو، وأنا عندي شغل وما أقدر أكمل وياكم بعد أكثر. حبيت أشوفكم آدم، وحبيت أشوفكم فرحة الأهل، وحبيت أشوفكم فرحتي، لأن أنا كل وحدة تجيب عندي أفرح لها، لأن هاي مسؤوليتي وهاي جهدي وهاي تعبي وهاي شنو حتى صحتي أني يعني أفديها في سبيل المريضة تقوم بالسلامة هي والطفل. والحمد لله والشكر رب العالمين، ما يوم مديت لإيدي وفشلني، وما فد يوم مديت إيدي على وحدة وما جابت. وأنا دائما أنصح وما أستلم اللي أشوف حالتها صعبة. وشغلكم يعني بعد الله اللي يدري يعلم ما في القلوب مثل ما نقول. أم أحمد شلون تساعد بالخلفة؟ أنا ساعد بالخلفة، أنا ساعد صدق مو كذب. كلكم أحبكم، نهاية اللايف ومع السلامة.